الزعل بين الإخوان. موضوعنا اليوم الزعل لما يزعل حدا من أخوه أو أخته. وطبعا الزعل وارد، لكن نحن بنتكلم في هذه الحلقة عن الزعل يلي بيدوم 3 أو 4 أو 5 سنين، وأحيانا في زعل بيدوم إلى الأبد. ونتفاجأ أحيانا أن في شخص بيقول لك والله أنا ما اتصلت بأخي أو بأختي يمكن من 10 سنين. تخيل. ولما تبحث عن السبب أحيانا بيقول لك والله زوجة أخي حكت على زوجتي لذلك أنا ما أتكلم مع أخي. أو مثلا بتلاقي الزعل مثلا بيكون والله ابن أختي والله ضرب ابني مثلا. وأحيانا بتلاقي في أسباب يمكن يعتبروها أقوى باعتبار مثل الورث أو مشاكل، لكن كل هذه الأسباب ما ممكن أن تجعلك أن تقطع صلتك بشريكك في الدم. يقول الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني مثل اللي بيروح للمعركة وهو ما معه سلاح. لذلك حاول أن تتصل بأختك هالحين خلص. أو مثلا ممكن أن تركب سيارتك وتروح تزور أخوك على غفلة وشوف كيف الدموع بتنهي الموضوع خلص. ولذلك أنا أنصح أيضا إن دام الزعل، وأنا أتمنى أن لا يدوم بين الإخوة، لكن إن دام الزعل فأرجو أن تضع نصب عينيك بعض النقاط. أولا، لا تدخل أشخاص آخرين في هذا الزعل. يعني مثلا تروح لبيت أهل زوجتك والله أخويا عمل معي كذا أو أختي عملت معي كذا، وتخلي أشخاص آخرين يتحدثوا عن أهلك لغرض مواساتك. ثانيا، لا تدخل الأطفال في الموضوع. يعني تقول مثلا لابنك والله لا تلعب مع ابن عمك، أو تقول مثلا لبنتك لا تحكي مع بنت عمتك. ثالثا، وأنا أراها مهمة، مثلا لا تتحدث على أهلك أمام أطفالك حتى لا تتوارث العداوة وتجد أن ابنك أو بنتك يكره عمهم أو عمتهم. لذلك نحن الآن في شهر رمضان المبارك وقريبا سنشهد العيد. حاول أن تصالح أهلك، حاول أن تتذكر هذه أختك اللي أنت زعلان معها، تذكر كم بكت عليك، ولا سامح الله كم ستبكي عليك في عزائك، وربما أنت تكون ظالما لها ومع ذلك ستجدها تبكي عليك. وتذكر كمان أخوك كم مرة دافع عنك في صغرك. وتذكر أيضا أن جمعتك أو اللمة مع إخوانك وأخواتك كم تسر أمك وأباك، تسرهم حتى لو كانوا في القبر.